حاجة بسيطة جدا ممكن تأثر عليك في تفكيرك، في نظرتك، في قراراتك، نظرتك للعالم كله. والحاجة البسيطة دي هي التضليل الإعلامي. أنا وليد صفوت وده برنامج كيميتاوي. زمان كنا بنعتمد على التلفزيون والجرايد كمصادر للأخبار، لكن دلوقتي ممكن أي حد يكتب أي حاجة وينشرها، وممكن تسمع في لحظات في كل حتة. ومش مشكلة بقى سواء صح أو غلط، المشكلة هي إن مش كل الناس بتراجع الأخبار، والنتيجة إشاعات وأكاذيب وحالة من اللخبطة. والتضليل الإعلامي ليه أنواع كتيرة، منها الأخبار المفبركة بالكامل، أخبار تخيلية ملهاش أي علاقة بالواقع بس معمولة بطريقة تخليك تصدقها. والنوع التاني هو نص الحقيقة، يقول لك جزء من القصة ويسيب الباقي، فأكيد هتفهم الموضوع غلط. والنوع التالت هو العناوين المضللة، اللي هو العنوان يبقى بيقول حاجة والموضوع حاجة تانية خالص. ونوع الصور والفيديوهات القديمة، تلاقيه جايب لك صورة أو فيديو قديم ويحطه على خبر جديد علشان يثبت وجهة نظره. والأنواع دي كلها كانت في أمثلة حقيقية قدامنا كلنا، وبالأخص من 2013 لحد النهاردة. زي ما دايما وقت الأزمات نسمع عن أخبار نقص السلع أو ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، والهدف من ده بيبقى نشر الفوضى والخوف بين الناس، أو الأخبار الكاذبة اللي بيستخدموها لتشويه صورة حد معين أو دعم طرف ضد طرف. ودايما بنلاقي الأخبار الكاذبة دي بتتنشر بشكل مش عادي، لأن طبيعة البني آدم أول ما بيشوف خبر صادم بيحب يكون هو أول واحد ينشره أو يقوله، أو مثلا عشان التحيز. لو الخبر متوافق مع آرائك مش هتفكر أصلا إذا كان صح ولا غلط. وممكن برضه ينتشر بسرعة، لأن في ناس كتيرة مش بتدور أصلا على مصدر الخبر، لمجرد إن هو بيبقى على صفحة حد مشهور فالخبر أكيد صح. عشان كده لازم قبل ما تصدق أي خبر اسأل نفسك، هل المصدر ده موثوق فعلا ولا صفحة أي كلام؟ شوف أكتر من مصدر، لو خبر مهم أكيد هتلاقيه في أكتر من مكان، ولو لقيته في مكان واحد بس غالبا الخبر ده مش حقيقي. فكر قبل ما تشارك أي حاجة، قبل ما تعمل شير لخبر اسأل نفسك لو طلع غلط مين ممكن يتضر. العالم دلوقتي مليان معلومات كتيرة، منها الصح ومنها المتفبرك، والمسؤولية علينا احنا إننا نفلتر اللي بنسمعه ونشوفه، وتحاول بقدر كافي يبقى عندك وعي وما تصدقش أي حاجة تشوفها. دايما اسأل نفسك سؤال، هو ده حقيقي ولا مجرد تلاعب بالعقول وناس بتخدم مصالحها؟ أنا وليد صفوت وده برنامج كيميتاوي.